لما يقول وقسم يجي فوق الثلاث ثقوب ويقسم بالطول كده، هنسمي ده تلت ونسمي ده تلتين، وياخد جزء من فوق التلتين اسمه الراس، وياخد حته من تحت التلتين اسمها الرجلين. انا قلتها كده ليه؟ عشان تحفظوها بالسجع، تلت وتلتين، احفظوها كده، هي كده بالسجع. تعالوا نشوف هيقسم ازاي. ياخد التلت يفصله عن التلتين بالشكل ده، ويحط التلت فوق التلتين، وياخد الراس دي يحطها في مقدمة الصينية، وياخد الرجلين يحطها في نهاية الصينية. ياخد الاسباديكون يفصله من النص كده، الجزء اللي في النص ده الاسباديكون، يقبله ويرجعه مرة تانية. بعد كده يبتدي يعمل حاجة اسمها عملية مس الجروح. ايه مس الجروح؟ لاحظوا ان ابونا مسك جسد المسيح عمل فيه ايه؟ قطعه، عمل فيه جراحات. ده اشارة الى قد ايه المسيح شاف المات. فابونا ياخد الاسباديكون ده ويغمسه بالدم، ويبتدي يعمل عملية مس الجروح، يمس كل حتة ابونا قطعها وعملها زي كأنها جلدات في جسد المسيح. وكأن ابونا بيقول لابونا احنا بنعتذر لك يا رب عشان احنا اخطأنا وجرحناك وصلبناك مرة تانية. كلها صلوات كده ابونا يقولها في سر اعتذار مننا عن خطايانا اللي عملناها. دي اسمها مس الجروح.